السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بجميع المشاهدين معنا في حلقة جديدة من حلقات أخبار الساعة. كيحييكم خوكم عبد الله. الموضوع ديال حلقتنا اليوم إخواني أخواتي هو المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير الخارجية الجزائري عطاف مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية. تصريحات مثيرة خرج بها وزير الخارجية الجزائري اللي بغى يقحم ألمانيا في الملفات الإفريقية، وبغى يقحم ألمانيا كذلك في الملف الليبي وفي المشاكل التي تقع في شمال إفريقيا. تصريحات مهزلية وفضيحة ديال هذا النظام الجزائري العسكري اللي بغى يقحم جميع الدول الأوروبية في المشاكل التي تقع في إفريقيا. كما شفنا من قبل إخواني أخواتي قبل أسبوع مضى الزيارة اللي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد إلى روسيا وطلبه المساعدة من الرئيس الروسي في منظر محبط ومذل وجلب العار إلى الجزائر ونظامها لحمايته ولحماية هذا النظام من الزوال. اليوم أو قبل يوم إخواني أخواتي عقد وزير الخارجية الجزائري مؤتمر صحفي مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية، خرج بواحد التصريحات مثيرة وتعبر عن ذل ومهانة هذا النظام الجزائري العسكري اللي بغى يقحم ألمانيا في ملفات داخل القارة الإفريقية، بالخصوص الملف الليبي وكذلك ملف الساحل، لأن النظام الجزائري العسكري في هذه الآونة الخطر أصبح يحدق به من الساحل والجنوب. وزيرة الخارجية الألمانية بقات مستغربة من هذه التصريحات ديال وزير الخارجية الجزائري في مشهد يعبر عن سخرية وعن كذلك مهزلة ديال هذا النظام الجزائري العسكري. نشاهد معا إخواني أخواتي هذا الفيديو ونسمع لتصريحات وزير الخارجية الجزائري، التصريحات المدلة والتي تهين بالجزائر كدولة قوية. نشاهدوا جميع إخواني أخواتي. لا أريد الخوض في كل الأبعاد لتعاوننا الثنائي لأنها عديدة ولأن إنجازاتها سخية، لكن التقييم والتقييم الشامل هو أن العلاقات بين ألمانيا والجزائر بخير وبألف خير. فيما يخص الملفات السياسية الجهوية تكلمنا كثيرا على الوضع الأمني في الساحل وفي مالي، وأود الاعتراف أمام الجميع هنا أن ألمانيا تكاد أن تكون جزءا من منطقتنا، لأنها معنية بكل الملفات والأزمات الموجودة في منطقتنا. تكلمت السيدة الوزيرة عن دور ألمانيا في ما يخص السودان، وأنتم موجودون كذلك في الملف الليبي، موجودون كذلك وبقوة في ما يخص الوضع الأمني في النيجر. رئيس سابق لألمانيا شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الصحراء الغربية، وأنتم جزء فعال وفاعل في الوساطة الدولية في مالي، وأنتم كذلك جزء في الجدار الذي حاولنا ونحاول أن نبنيه لردع الإرهاب في منطقتنا. فبكل هذا التواجد الكثيف قلت أن ألمانيا تستحق أن تكون دولة عضوة في الساحل وفي المغرب العربي، نظرا لما تقوم به من إسهامات في مجال التعاون والأمن والاستقرار في منطقتنا. تكلمنا على الأوضاع في مالي وحرصنا على مواصلة الإسهام في تطبيق اتفاقيات الجزائر. تكلمنا كذلك على الوضع الأمني في الساحل.